في الفيديو ده انا هعرفك ازاي تعرف تمسك وتتحكم على مشاعرك بليفل ادفانسد قوي. ليفل ناس كتير قوي ما بتوصلوش. انا لسه قاري حته من كتاب تشابتر من كتاب اسمه The Untethered Soul. وفي الفيديو ده هعرفك حاجات انت عمرك ما فكرت فيها قبل كده. حاجات هتخليك تفتكر ان انا انسان مجنون، هتخليك تفتكر ان انا واحد بعمل سحر ومعرفش مين. بس اسمع عشان الكلام ده بجد هيفيدك. قبل ما ابدا، بس لو انت شايف ان الكونتنت بتاعي بيفيدك وانت عاجبك طريقه كلامي وبتستفاد منها، اعمل لايك وسبسكرايب. الفيديو ده هيفيدك انت وممكن يفيد ناس تانية كتير. خلي يوتيوب ينشره اكتر. ماشي، خلينا ابدا بقى. في ذا انتذرد سول ده بيقول لك ايه؟ ان انت مش فاهم انت مين بجد. انت من جواك، يعني كل انسان دلوقتي مش فاهم هو ايه وهو مين. لو انا قلت لك انت مين، هتيجي تقول لي اسمك، صح؟ الفكرة بقى، انا عندي سؤال. لو ده ما كانش اسمك، لو انت اسمك كان حاجة تانية، لو انت جالك نيك نيم، هل مثلا انت تتغير؟ هل الشخص اللي قدامي ده هيبقى حد تاني؟ لا، هتبقى لسه نفس الشخص. فانت مين؟ والكتاب بيفضل يسأل بقى انت مين، انت مين، انت مين. فانا هسألك تاني، انت مين؟ هتقول لي مثلا انا ابن كذا. يعني انا ابن مثلا محمد، وابن محمد ومروة مثلا. هقول لك يعني سؤال، لو بعد الشر مروة ومحمد اتوفوا، انت هتبقى ايه؟ هتختفي؟ لا، هتبقى لسه قدامي. فانت مش بس ابن معرفش مين ومعرفش مين، انت حاجة تانية. فانت مين؟ يعني انت ايه؟ انت مين بجد؟ هتيجي تقول لي كل حاجة حصلت لك في حياتك. انا الشخص اللي هتيجي تقول لي انا اللي كنت في معرفش جريد كام وحصل لي حاجة في المدرسة، وانا الشخص اللي اتخرجت من جامعة كذا، وانا اللي 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 طلعت من الجامعة دي ورحت اشتغل في كذا. هتفضل تحكي لي كل حاجة حصلت في حياتك. بس لا، انت عارف تفكر عن الحاجات دي ولا لا؟ انت عارف تعبر عن الحاجات اللي قدامك دي ولا لا؟ عارف تبص على نفسك ولا لا؟ يعني مثلا، انت مش الجامعه، صح؟ انت مش الجامعه اللي انت رحتها، وانت مش المدرسه اللي انت رحتها، وانت مش الشغلانه اللي انت طلعت منها. انت ايه؟ الحاجات دي كلها حاجات انت مريت بيها. بس انت ايه؟ انت كمثلا محمد، انت ايه؟ انت ايه؟ انت مين؟ فهترجع تفكر تاني. هتقول لي انا الشخص اللي واقف قدامك دلوقتي، انا الشخص اللي ماسك المكان ده، انا الشخص اللي معرفش كام كيلو، اللي مولود في سنه كذا. انا دلوقتي اللي قدامك. اسالك سؤال تاني، يعني لما انت كنت صغير، لما انت كنت 10 سنين وبصيت في مرايه بيتك، ده كان شخص تاني؟ ده ما كانش انت؟ هتقول لي لا، ده كان انا برضو. يبقى انت مش الشخص اللي قدامي. يبقى انت مين؟ انت ايه؟ انت من جواك انت ايه؟ انت إيه؟ انت مين اصلا؟ ترجع تفكر بقى، هتلاحظ ان السؤال ديب اكتر بكتير، متعمق اكتر بكتير من اللي انت كنت مفكر فيه في الاول. هتلاحظ ان السؤال محتاج ذكاء اكتر شويه، مش بس انا مازن. ما هو مازن ده ايه؟ مازن مين؟ تيجي تفكر تاني وتروح قايل لي انا، طيب انا ايه؟ انا ايه؟ انت مش هتعرف انت ايه، مش هتعرف تجاوب على السؤال. فانا في الفيديو ده هقول لك انت ايه. دلوقتي انا هديك مثال عشان اعرف افهمك. تخيل ان انت قاعد جوه اوضه، والاوضه دي فيها بيانو، وفي شويه ناس، في شويه ناس قاعدين. لو انا قلت لك في الاوضه اللي في الخياليه اللي جوه دماغك دلوقتي دي، شيل البيانو، هيفرق معاك؟ هتشيل البيانو وتبقى مستوعب ان البيانو اتشال وخلاص. طب لو قلت لك خلاص تمام قشطه جامد جدا، شيل الناس في الاوضه الخياليه دي، شيلهم. هتطلع الناس بره الاوضه، خليهم يختفوا. هتخلي الناس يختفوا، الناس بتطلع بره الاوضه. طب ماشي، دلوقتي الاوضه فاضيه، صح؟ الاوضه اللي شايفها قدامك في دماغك هي فاضيه. شيل الاويرنس بتاعك، شيل شيل طريقه، يعني شيل نظرك انت شايف الناس جوه الاوضه. شيل الاويرنس دي، شيل العقليه اللي بتقولك ان في ناس جوه الاوضه او في ناس اتشالت، او شيل التفكير ده كله، شيله. بقى في حاجه انت ما تعرفش. ما انت شلت الحاجه اللي بتعرفك. انت كده ما تعرفش اللي فيه بيانو في الاوضه ولا لا، وما فرقش خلاص بقى. انت الاوضه اللي في خياليه اللي كانت في دماغك، انت ما تعرفش ايه اللي جواها وايه اللي اتشال وايه اللي ما اتشالش. وانت عشان مش موجود جواها، عشان انت اصلا شلت الاويرنس بتاعك، فانت ما تعرفش هي موجوده ولا لا. ما بقتش ليها لازمه. شلت الناس، ما بقتش ليها لازمه. يبقى انت مين؟ يبقى انت الاويرنس دي، انت الكونشسنس، ال 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 ام، انت الذكاء اللي جوه، انت الروح اللي جوه. انت الروح اللي مستوعبه ان كان في ناس في الاوضه وانت شلتهم، انت الروح اللي مستوعبه ان كان في بيانو وانت شلته. يبقى انت ايه؟ انت الروح اللي اوكيوباينج، الروح اللي عايشه جوه الجسم اللي انت فيه دلوقتي. انت الروح، انت الروح اللي مرت بكل حاجه في حياتك.
انت الروح اللي اتسمت محمد، انت الروح اللي كانت جوه الجسم اللي ولد بمحمد ومروه. انت الروح دي، انت الروح اللي مستوعبه اللي بيحصل حواليك. فلما اجي اقول لك انت ايه، انت الروح، انت الروح اللي مستوعبه كل حاجه. اقول لك حاجه تانية بقى، تقول لي ايه علاقه ده بالايموشنز؟ استنى شويه، لو كنت دخلت لك في الايموشنز على طول كنت هتتلخبط. انا بقول لك ده ليفل ادفانسد. لو انت فاهم انا بقول ايه لغايه دلوقتي، انت الحمد لله احسن من ناس كتير. انت ذكائك يعني ما شاء الله. خلينا اكمل. دلوقتي بقى، انت لما تخش موفي حلو مثلا، توم كروز ولا حاجه جامده كده، ميشن امبوسيبل، بيعجبك الموفي قوي لدرجه ان انت بتنسى ان في ناس حواليك، بتنسى ان انت قاعد في اوضه في ناس حواليك، بتكون مركز قوي مع الموفي، مندمج قوي جواه، لدرجه ان انت بتنسى انت فين اصلا. ساعات لو موفي حلو قوي انت بتنسى انت فين، تبقى قاعد ساعتين او ساعه بعدين بريك وبعدين ساعه، تبقى قاعد مركز قوي في الموفي لدرجه ان انت ناسي انت فين، ناسي اصلا ان انت في اوضه كبيره قوي، حواليك ناس غريبه، والاوضه ضلمه، اوضه ضلمه عملاقه فيها ناس كتيره حواليك، ناس قاعدين جنبك غريبه. انت بتبقى ناسي ده خالص، تبقى قاعد عشان انت مندمج مع الموفي. عايز اقول لك حاجه بقى، تخيل ان الموفي ده شدك قوي كده وهو بس بيستعمل حاجتين، بيستعمل النظر والسمع. تخيل لو كان بيستعمل النظر والسمع والريحة والإحساس، وإحساس إيدك، وطعم، طعم بقك. تخيل لو كان بيستخدم الخمسة. لو اتنين شدينك قوي كده، تخيل لو كان بيستخدم الخمسة هتبقى مشدود قد إيه. تخيل. بس المشكلة في إيه؟ إن أنت لما تكون في موفي كده، زي ما أنت مثلا بتعمل أي حاجة في حياتك، دماغك ممكن تسرح. ازاي مثلا؟ قول انت مثلا داخل جوه امتحان ومركز في الامتحان، مش ساعات كده يعني افكار غريبه بتيجي في دماغك، بتفكر عن الجيم لما انت ترجع البيت، مع انك قاعد في نص امتحان بتحل، ساعات بتفكر في اي حاجه غريبه. اه هو انا هرجع البيت هاكل ايه مثلا؟ فافكارك ممكن تسرح، صح؟ فاقول لك حاجه تانية، تخيل ان الموفي اللي بيستخدم الاحساس والسمع و... والريحه والطعم وال اللي متبقي والنظر، برضه بيستخدم مشاعر وافكار، انت مش هتعرف تطلع. عارف الموفي هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى قبل ما تخش الموفي هيقول لك انت عايز تبقى مين في الموفي، عايز تبقى طب استنى، طيب اقفل الالارم ده. عايز تبقى مين في الموفي، هيقول لك انت عايز تبقى مين، تروح قايل له مثلا انا عايز ابقى توم كروز، فهيديك مشاعر، احساس، تفكير، افكار، بصر وسمع وطعم، كل حاجه هيديك، كل حاجه بتاعت توم كروز، انت هتبقى توم كروز حرفيا. صح ولا لا؟ هيبقى عندك افكاره، هيبقى عندك مشاعره، هيبقى عندك احساسه، هيبقى عندك الطعم اللي هو بيدوقه في الموفي، هيبقى عندك السمع، حاجات اللي هو بيسمعها في الموفي، هيبقى عندك ريحه، حاجات اللي هو بيشمها في الموفي. هتبقى حرفيا توم كروز، صح؟ وبعدين لما الموفي يخلص هيديك مشاعرك واحساسك تانية. فانت حرفيا انت اكنك بتختار كاركتر في لعبه، اكنك بتختار شخص في لعبه. الموفي ده هيشدك جامد قوي، هيشدك جامد، مش هتعرف تطلع. امتى هتعرف تطلع؟ هتعرف تطلع بس لو انت مستوعب انت ايه بجد، هتعرف تطلع لو انت مستوعب ان انت الروح اللي ماسكه الجسم ده دلوقتي، انت الروح اللي واخده مشاعر توم كروز، وواخده تفكير واحساس وسمع والريحه اللي توم كروز بيشمها. انت تبقى الروح دي، هتبقى الروح اللي حاسه بكل الحاجات دي، الروح اللي عماله تمر بكل الحاجات اللي هو بيمر بيها. حرفيا انت سبت شخصيه مازن، سبت كل حاجه ليها علاقه بمازن، وخدت كل حاجه ليها علاقه بتوم كروز وانت بتتفرج على الموفي. وبعدين لما الموفي يخلص سبت حاجات توم كروز وخدت حاجات مازن تاني. الحاجه الوحيده اللي ما اتغيرتش الروح، انت الروح اللي عماله تحس بكل الحاجات دي، عماله تحس وتدوق وتشم وتسمع وبتفكر وبتحس بمشاعر، تشعر. فالروح حاجه وحيده ما اتغيرتش، صح؟ فانت الروح، انت الحاجه الوحيده اللي بتتغيرش دي. المشكله ايه؟ ان عارف الموفي بقى اللي شدك جامد قوي ده، عارف ده تقدر تشبهه لايه؟ هتلاقيك وصلت لها دلوقتي. دي حياتك، حياتك هي الموفي اللي انت جواه دلوقتي. ليه؟ عشان حياتك شداك دلوقتي بطريقه جامده قوي،
تخيل ان انت راجل قاعد على كنبه وبتتفرج على التلفزيون، بتتفرج على التلفزيون بس مندمج قوي، عشان الراجل اللي جوه الموفي بيديك طريقه احساسه، مشاعره، تفكيره، الحاجه اللي هو بيتنفسها، حاجه اللي هو بيدوقها، حاجه اللي هو بيشوفها، حاجه اللي هو بيسمعها. انت بتسمع كل حاجه زيه هو بالظبط. فانت اتشديت بالموفي قوي. بس اعرف انت مش الشخص اللي جوه الموفي، انت الروح اللي بيتفرج على الموفي ده. انت الروح اللي قاعده جوه بتتفرج على الموفي، بس مشدوده قوي، عشان الموفي بيستخدم حرفيا مشاعرك وكل حاجه ممكن تستخدمها. فانت مشدود جامد قوي. طيب يا مازن، ده بيساعد ازاي في ايموشنز؟ هقول لك حاجه. لما انت تتفرج على موفي بتاع توم كروز، وتوم كروز يتنرفز او يتضايق من حاجه، انت بتتنرفز؟ انت ممكن تزعل له عشان عارف ان في حاجه تحصل قدامه هو ما يعرفهاش. بس هل انت بتتنرفز من حاجه مثلا هو حصلت له؟ لما حد هو يحبه يموت، هل انت بتزعل زي ما هو بيزعل؟ لا، عشان ده موفي. فانا عايزك تفكر في حياتك بنفس الطريقه بالظبط. انت قاعد على كنبه بتتفرج على الموفي ده، والموفي ده شدك قوي. لو حاجه حصلت للراجل اللي في الموفي مثلا، لو الراجل اللي في الموفي حاجه حصلت له بتزعل قوي، هل انت هتزعل زيه؟ هل انت بيجي لك نفس الزعل اللي بيجي للشخص اللي جوه الموفي ولا لا؟ لا. فانت ليه زعلان قوي كده؟ ليه بتعمل، ليه بتحط نفسك في مكان ان انت تفضل تبقى زعلان على حاجات بتحصل لشخص في موفي مش انت اصلا؟ فهمت بقى قصدي لما قلت لك ده ليفل ادفانسد؟ هتفتكر ان انا بتكلم في هري حرفيا، تفتكر ان انا بشتم. زي ما بقول لك، ناس كتير ما بتوصلش لكده، ناس كتير ما بترضاش تستوعب ده ايه ده اصلا. تخيل بقى ان حياتك هي الموفي ده، الموفي اللي شدك جامد جدا، وانت بس شخص قاعد جوه هنا، قاعد جوه في حته ورا هنا، بتتفرج على الموفي ده. بس الموفي شدك قوي لدرجه ان انت مستوعب ان انت اللي جوه الموفي. بس دي مش حقيقه. انت مش اللي جوه، انت الروح اللي جوه الجسم ده، الروح اللي جوه الشخص ده، بتتفرج على الموفي ده قدامك. لو عجبك الفيديو وعايز تتثقف في حاجات زي كده اكتر، عايز تحط نفسك في ليفل ادفانسد، انا عامل كوميونتي اسمها سوشيال ميديا اوف بوزيتيفيتي، عشان تفيدك انت وتفيد الناس كتير اللي تخشها. وعشان انا بلاحظ ان ناس كتير قوي بتخش في سيلف امبروفمنت وبتحاول تحسن نفسها، بس ما بتلاقيش ناس حواليها تحسن نفسهم معاهم. دايما إذا انت مش فاهم، لو حد حواليك بيعمل حاجه انت ما بتعملهاش، انت ما بتقدرش تعمل الحاجه اللي انت عايز تعملها دي، بتعمل الحاجه اللي هو بيعملها، عشان الاصحاب اللي حواليك بيختاروا حياتك هتمشي ازاي. فتاني، انا عامل الكوميونتي دي لشخص زيك، شخص بيحاول يحسن نفسه مش لاقي ناس حواليه يحسنوا نفسهم معاه. ممكن تلاقي الشخص الصاحب اللي يفضل معاك ويحسن نفسه معاك جوه الكوميونتي دي. فانا حاطط اللينك بتاعها في الديسكربشن بتاع الفيديو ده، لو شايف ان انت تستفاد وشايف ان الفيديوهات دي بتفيدك، روح اتفرج، روح شوف هيعجبك ولا لا. دايما امشي في الطريق اللي ناس كتيره ما بتمشيش فيه، عشان تعرف توصل لحاجات ناس كتيره ما بتوصلهاش. واشوفك الفيديو الجاي.